بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الله تعالى. فالآية الأخيرة التي ختم بها الشيخ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهي الآية 110 من سورة الكهف، آخر آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نلتقي في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة المضيافة من أرض الجزائر لمعالجة موضوع من أخطر المواضيع التي يحتاج إليها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، وهو موضوع الصلح. ونضيف إلى الصلح أمرا إجرائيا شرعيا قانونيا، وهو ما يسمى بالوساطة القضائية، la médiation judiciaire. هذه الوساطة القضائية التي تبناها القانون الجزائري، خاصة في القانون رقم 0809. وعالجوا هذا الموضوع من خلال نقاط محددة نعالجوها واحدة واحدة. نبدأ بالمقدمة، وبعدين نديروا 3 نقاط، وبعدين خاتمة. إذن هناك مقدمة و3 نقاط وخاتمة. المقدمة تنصرف إلى الحديث عن الواقع المعاصر الذي نعيشه الآن، كلكم يعرفه. احنا عايشين في وقت نعرفه جميعا، كل في موقعه. الواقع المعاصر أفرز العديد من المشكلات والأزمات والنزاعات في جميع ميادين الحياة. وهذه المنازعات هي منازعات كثيرة من حيث العدد، متنوعة من حيث الطبيعة، وكذلك معقدة. فلم تعد مشكلاتنا وأزماتنا كما كانت سابقا. نعطي لكم مثال بسيط. بكري الناس يختلفوا في التجارة، في المواريث، في العلاقات المختلفة، عادي، لأن الحياة في حد ذاتها هذه من خصائصها. ماناش في الجنة، رانا في الدنيا. في الجنة ما كاينش مشاكل، ولكن في الدنيا من خصائص الدنيا وجود المنازعات والابتلاءات. وربي هو اللي قالنا في القرآن كما في سورة البقرة في الآيتين 155 156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربي اللي قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن نحن معرضون للابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وربنا يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، ويبتلينا متى شاء لا متى نشاء. إذن من هذه الابتلاءات وجود الأزمات، وجود المنازعات، وجود المشكلات في جميع المجالات. ولكن مشكلات هذا الزمان معقدة. بكري تلقى تاجر مع تاجر مختلفين، عندهم نزاع بسيط، بالك عندهم عقد مقايضة، سلعة بسلعة، هذا عنده سلعة والآخر عنده سلعة، ممكن يختلفوا. ممكن واحد عنده خياط يدي له قماش باش يخيط له حاجة ولا يحترم المتفق عليه كيفاش يصنعوا ولكن الآن لا. الآن المشكلات التجارية معقدة جدا. الشركات راهي موجودة، شركات مختلفة موجودة في عالم اليوم. كاين أنظمة قانونية مرافقة، كاين التزامات، كاين دفاتر الشروط،
كاين مفاجآت. يجي واحد يقول لك نبني لك دار، نسلم لك المفتاح في عامين، وبعدين السلعة تولي غالية والخدامة ما كانش، والخدامة يوليو يطلبوا مثلا يعني رواتب أو يعني أتعاب أكثر. يتعطل المشروع 5 سنوات، شحال تصبر؟ يولي نزاع. تقول له أنت قلت لي عامين تعطي لي الدار نسكن فيها، هو يقول لك ما نقدرش، ما كانش السلعة غالية وكذا، زيد لي. هو يطلب الزيادة. أكيد هناك حلول شرعية وقانونية، ولكن هو نزاع. لذلك المنازعات المعاصرة منازعات معقدة جدا. نروح للأسرة. نحن نعلم من خلال الإحصاءات على المستوى الوطني حالات الطلاق مخيفة، تخوف جدا. اللي يعرف الإحصاءات نتاع الطلاق ونتاع الخلع اللي راه صاير ونتاع التطليق يقدر يقول رانا في زمن ما يفرحش، وحقيقة ما يفرحش. معناتها الصلح هذا لازم يكون من أجل ترميم الخلل الواقع على مستوى الأسرة، بين الجيران، بين العمال وأرباب العمل في الخدمة، في الطرقات. لو كان عندنا طرقات سيارة، طريق سيار، ولكن عندنا مشاكل. عندنا حوادث مرور يموتوا الآلاف من الناس، راهم يموتوا في طريق بسبب كما تعلمون أسباب كثيرة، إما عدم احترام قوانين السير وغيرها من الأسباب. إذن كل هذه أزمات ومشكلات في المجال التجاري، في مجال المال والأعمال، المشاريع الاستثمارية. هناك منازعات كثيرة متنوعة ومعقدة. هذه نقطة أخرى في المقدمة تنصرف إلى ضرورة ترسيخ قيم الصلح في المجتمع منذ الصغر. علاه؟ لأن الإنسان ربي ما قالش ما تديروش مشاكل، ما قالش ما تتنازعوش. ربي يعلم باللي الدنيا فيها مشاكل. علاش قال في القرآن كما في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن ربي على باله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أن النزاع يقع بين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نروح الآن النقطة الأولى، نتكلم على التدابير الوقائية التي هي مبثوثة في نصوص الشريعة في الوحيين في القرآن والسنة. واش نقصد بهذه النقطة؟ أن الشريعة نتاعنا وضعت أصولا وقواعد وتدابير تمنع وقوع النزاع باش ما يكونش مشاكل. نعطي لكم مثال. نروحوا في مجال التعاقد اللي ولي يكون مشاكل بزاف في العقود. يقول لك درنا كونطرا، درنا عقد، هو ما طبقوش، وبعدين الاخر يقول له كان ثاني ما نطبقش، ويختلفوا، المشروع يتوقف، يروحوا للمحكمة ولا يروحوا عند الإمام، يروحوا عند المصلح باش يفري هذيك المشكلة. من التدابير الوقائية اللي هي موجودة في القرآن والسنة كلام ربي في سورة المائدة الآية الأولى. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تصوروا معي لو كان كاع الناس يطبقوا هذه الآية برك، آية صغيرة: يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود. كي دير عقد طبق، هذا ما كان. طبق برك، تجيب خدام يخدم مع عندك على المستوى الخاص، لو كان هو يطبق الشيء اللي اتفقتوا عليه وانت تخلصوا، خاطر النبي عليه الصلاه والسلام يقول اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. متفاهمين؟ هو طبق وانت طبقت، هو اتقن العمل. خاطر ممكن تجيب خدام يخدم لك اما في شركه خاصه، يخدم لك في دارك، ولا شركه عموميه، يعني مؤسسه عموميه. النتيجه هي لو كان هذوك الخدامه يخدموا خدمه كامله مليحه، خدمه متقنه، انت تفرح تقول بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. معنى يخدم خدمة كاملة، يدير لك طابي كيما هذا الله يبارك مسقم، إذا كان يدير تريسيتي الكهرباء الله يبارك، اللي يدير لابلومبري هذيك نتاع الأنابيب ما شاء الله، كل حاجة مسقمة. أتحدث عن هذا الموضوع لأننا نحتاج إلى قيم العمل. هذه القيم لازم نتربوا عليها. كي نتربوا ونحبوا الخدمة ونخدموا خدمة متقنة، ربي سبحانه يرضى علينا، لا في العبادات ولا في المعاملات. يا أخي درك صلينا المغرب ما شاء الله، سمعنا تلاوة القرآن، وإن شاء الله ربي يتقبل صلاتنا وخشوعنا إلى آخره. هذا عمل متقن. لو كان ما نسقموش لازم نرقعوه، دير السجود ودير كذا ودير كذا، كي يكون عمل. لذلك الشريعة تقول أتقنوا أعمالكم المختلفة في العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره، وفي المعاملات أيضا. وربنا يقول وقل اعملوا، هكذا يقول في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا. الآية تنصرف إلى جميع الأعمال، للآخرة ولا للدنيا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. كي نعرفوا بلي ربي هو اللي يشوف الخدمه نتاعنا، نتقن العمل، او ربي يطلع على العمل. قبل ما نتكلم على شاب السيرفيس رئيس المصلحه ولا المدير ولا او كاين ربي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعد واش قال؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن فهمنا باللي الشريعة دارت قواعد وأصول وقائية باش ما تصراش المشاكل. متفاهمين؟ المسلمون عند شروطهم. انت درت عقد كاين شروط، طبق، هو يطبق، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، ربي قال في القرآن في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18. قبل ما يكون التوثيق، دركا نخدموا بالموثقين، كل شيء بالكاغط. يقول لك الثقة في الوثيقة، ولكن هل زعما هذه مليحة؟ زعما نقول لك لا، يا ما صارت وثائق وراهي مصائب على مستوى القضاء، مصائب، كوارث. الكثير من الوثائق لا تحمل الحقائق. هاو الخلاصة. الوثيقة أحيانا لا تحمل الحقيقة. بكري الناس بكري ما كان غير كاغط ولا زوجة. أجدادنا جميعا كانوا يديروا عقود مختلفة في التجارة، يديروا بيوع، عقارات، منقولات، انتقال الممتلكات والأرزاق بين الناس
بالكلمة، بالكلمة، لأن ربي يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا نستخرج من هذه الآيات والأحاديث؟ الوفاء بالعقود والالتزامات. هاي فرات. لذلك القوانين المعاصرة منها القانون الجزائري اللي هو القانون 75-58 من المادة 53 إلى غاية المادة 673. شوفوا هذه المواد الكثيرة، العنوان نتاعها ما هو؟ العقود والالتزامات. سبحان الله، الشيء اللي قالوا ربي ونبي في آيات قليلة صغيرة، يأتي البشر نحن القانون يفصلها في هذه المواد الكثيرة. هذا بالنسبة للقانون الجزائري، نجده في جميع قوانين الدنيا. جميع قوانين الدنيا فيه تفاصيل تضبط العقود والالتزامات. إذن لو كان نقولوا باللي نطبقوا الشيء اللي قالوا ربي ونبي ما كانش مشاكل. حتى كي تكون حاجات بسيطة، ما تفهمين. بلا ما نطول في هذه النقطة نروح النقطة الثانية مباشرة. نقولوا ما هي أصول الصلح عند وقوع النزاع في الشريعة نتاعنا؟ الجواب كالآتي: ربي ونبي قالوا لنا كي تكون مشاكل أرواحوا طبقوا الشريعة تفريوها. معناه الشريعة زرعت في قلوبنا الأمل، ما نيأسوش. ما كانش هناك حروب ولا دمار ولا قطع الأرحام ولا قطع العلاقات أو صناعة العداوات بين الناس. لماذا هذا الأمر يحصل الآن؟ أنتم عارفين لهذا السبب: إما عند عدم مراعاة التدابير الوقائية والأصول والقواعد الشرعية لاستقرار المعاملات، أو عدم النزول عند أحكام الشريعة حين وقوع النزاع. كاين اللي يخالف الشرع مرتين، يخالفوه هنا ويخالفوه هنا، ما يطبق الأصول، وكي تصير المشاكل والمنازعات ما يقبلش. تقولوا روحوا نروحوا للإمام يفريها لنا بشرع ربي، يقول لك لا ما نقبلش، مشكلة. والرهي معناها الكلام ربي هذاك اللي ذكرنا، الآية اللي ذكرناها لم تطبق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، زيد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، زيد ويسلموا تسليما. إذا كان ما طبقناش هذه الشروط في ثلاثة، مشكلة كبيرة. يلا الشريعة واش راهي تقولنا؟ تقول والصلح خير. ربي اللي قال في سورة النساء الآية 128 قال الصلح فيه الخير، والصلح خير، معنى الخير كله في الصلح. متفاهمين؟ هذه الآية تطبق على جميع المنازعات وين حبيت تكون بين الإخوة والأخوات في الدار. كي يموت باباهم قبل ما يموت كانوا هك خاوة، كي مات باباهم يتنازعوا على الحانوت، على الشاحنة اللي خلاها، دراهم تراب اللي خلاه. لو كان هذون يروحوا للأصول ما يتنازعوش، ربي هو اللي قسم المواريث، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
الآية السابعة من سورة النساء. ثم تأتي الآيات الأخرى لتوزع المواريث، وبعدين ربي يداوينا في الآية يقول ما تتقلقوش، هذا الميراث منكم يروح الآخرين، هذا يخليه لهذا. يا أخي بزاف المنازعات سببها التركة. تعرفوا كاع هذا الشيء، هذه ماشي غير في بلادنا، في الكرة الأرضية. أنا نقول لكم في الكرة الأرضية كاع، إنما مع التباين الحاصل بين الشعوب والأجناس البشرية، هناك بعض الشعوب ضبطت هذا الموضوع بشكل دقيق، فراو مشاكلهم، وكاين الشعوب اللي نقولوا ربي يستر وخلاص. ربي واش يقول كي عطانا أحكام الميراث؟ قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وربي قال في سورة الحديد الآية 10: ولله ميراث السماوات والأرض. الميراث اللي راكم تورثوه أيها الناس مؤقتا، ممكن 10 سنين 20 40 سنة، يجي نهار تخليه هذا يخليه لهذا. أشكون الوارث الحقيقي؟ هو ربي سبحانه. ولله ميراث السماوات والأرض، كل شيء. إذا نحن مسلمون، إذا فهمنا هذه النصوص نعيش مرتاحين في هذه الدنيا، وتروح هذيك نتاع الأنانية والطمع والاعتداء والاحتيال. تعرفوا هذاك الشيء راه موجود في دنيا الناس. إذا ربي راه يقول روحوا تتصالحوا، والصلح خير. إذا كان مشكلة بين الزوج والزوجة، هي المصيبة نتاعنا الكبيرة، هذه من مصائبنا. وقلت لكم الإحصاءات نتاع الطلاق والخلع، بل كل وسائل فك الرابطة الزوجية مخيفة جدا. بلا ما نقول لأن ذكر الإحصاء مخيف، ولكن ما نعرفه في دوائر معارفنا فقط، في علاقاتنا الأسرية، أمر محزن للغاية. ربي راه يقول يا الزوج والزوجة درتوا أسرة، لازم تطبقوا شرع ربي باش ما ينتهيش هذا العش الزوجية بالخراب والدمار. والقرآن يحمل المسؤولية الجميع بما فيهم الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. أو نقرأ في سورة النساء الآية 35: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا علاج من العلاجات. شو كاين الأوردونونس، وصفة طبية، كاين حلول ماشي غير هذه. قبل ممكن توصل إلى هذا المستوى، تروح لما يسمى بالتحكيم العائلي. يعني الآية 35 من سورة النساء نجدها في المادة القانونية، المادة 56 من قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 0502. ما تفاهمين؟ الله يبارك. نروح المجال الأوقاف والحبوس. بلادنا معروفة بالحبوس والأوقاف، معروفة جدا في تاريخ الجزائر. الأوقاف موجودة، والأوقاف هذه عندها مقاصد كبرى. من مقاصدها ضمان استقرار المجتمع، من مقاصدها ضمان مورد دائم إلى أن تقوم الساعة. مثال هذا المسجد وقف، هل هذا المسجد يجي نهار يورثوه؟ ما يتورث، ما يتباع، ما يتشرى، ما يترهن اترنالمون مؤبدا.
والحمد لله. إذن نظام الأوقاف تأمين، يؤمن هذه العقارات إلى الأبد. جبنا برك مسجد ولكن ماشي غير جامع، أو الأوقاف راهي واسعة، هذا جامع، هذه مقبرة، والمقبرة كيف كيف، هذه مدرسة قرآنية، هذه مدرسة تعليمية، هذا مركز بحث، هذا دار تاع اليتامى، هذه آبار، هذه أشجار، هذه دكاكين حوانت، هذه مؤسسات وقفية تدعم جميع المشاريع الخيرية والاقتصادية في البلد. معنى يتحول الوقف إلى مصدر داعم للاقتصاد الوطني، يحقق التنمية الاقتصادية، يحقق ما يسمى بالتنمية المستدامة، يفجر ينابيع الخير لدى المحسنين باش ينفقوا. صدقة جارية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مصادر اللي تديله الحسنات للآخرة إلى الأبد، منها صدقة جارية. والصدقة الجارية مهمة، ولكن نظام الأوقاف عنده قانون، عنده أصول. من هذه الأصول مراعاة شرط الواقف. صاحب المال كي يدير الوقف لازم يشوف بلي هذاك الوقف راه ينفع الأمة وهو يدي الحسنات. لذلك في القاعدة واش تقول؟ شرط الواقف كنص الشارع. شرط الواقف كنص الشارع. إذا طبق هذا المبدأ تتحقق الفاعلية، الإفيكاسيتي، الفاعلية، تفعيل نظام الأوقاف في كل مكان في جميع الأوطان. هناك تجارب وقفية ناجحة جدا تستحق أن تكون مرجعا يرجع إليه في مجال الأوقاف. إذن والحديث قياس، الحديث قياس. نقولوا الشريعة تقول لكم خدموا، كي تصرى مشكلة تلقاو الحلول في شرع ربي سبحانه عز وجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صارت مشكلة بين أهل قباء، يعني باش نقول لكم بلي المنازعات هذه ماشي جديدة، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وانتم عارفين هو دار صلح الحديبية، كي تعرفوه صلح الحديبية هذاك يعتبر مرجعا في مجال الصلح. والله لا مرجع كبيرة يا أخي. على بالكم واش صرا بلا ما نحكي التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح قدم تنازلات. درك هذا مع هذا عنده مشكلة في تراب، تجيو انتم ديروا الصلح بيناتهم، تقولوا والله غير ما عندكمش طريق، ما عندهمش طريق، كيف يديروا؟ هل ترى نديروا الطريق في التراب نتاع هذا ولا التراب نتاع هذا؟ لا، الشرع يقول لك شويه من هذا شويه من هذا. هذا حق ارتفاق ضروري لازم يكون. تقول له انت تنازل شويه، خلي شويه من حقك، وانت خلي شويه من حقك، وديروا الطريق وتتهناو. هذا يسموه حق ارتفاق منصوص عليه في الشريعه، نقراه في كتب الفقه جميعا، الفقه المالكي والفقه المقارن، نقرأه في كتاب الذخيرة للإمام القرافي، نقرأه في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، نقرأه في كتاب المغني لابن قدامة، نقرأه في أمات أو أمهات كتب الفقه. وتأتي القوانين تنص على هذا الموضوع، يقول لك لازم يكون طريق، لازم. ولكن الآن الدنيا تطورت، ماشي غير طريق وتريسيتي. هاي وين نفوتوا تريسيتي؟ الكهرباء. هاو الكهرباء تجي من الهيل، ما تجيوش انتم تقول حنا ما تفوتش تريسيتي على طرابنا، الغاز ما يفوتش على طرابنا.
خير إن شاء الله. الشريعة تقول لكم لازم يفوت، لازم يفوت، وكذلك أنتم وإلى آخره. هذه كلها موجودة في شرع ربي. زيد ممكن يكون خلاف، كاين قواعد شرعية رادعة، وكي نقراو في سيرة عمر الفاروق بن الخطاب نجد في ذلك الكثير من النماذج. ثم تأتي القوانين، نقول قانون 75/58 نص على ما يسمى بحقوق الارتفاق. كي تكون الأرض محصورة، ما معنى الأرض المحصورة؟ الأرض اللي ما عندهاش طريق. أو مثلا الشيخ عنده هنا قطعة أرض وما عندوش طريق باش يروح للطريق العمومي، وكاين انت تراب نتاعك هنا، الشرع والقانون يقول لك لازم يفوت باش ما تبقاش أرض محصورة. معناه ما كاينش مشكلة ما عندهاش حل، ولاش أجور نسائي في فراس، لكن قرني مزورة ولاش أجور ورنسعي في فراس، لكل مشكلة حل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار إشكال، أنه صار نزاع بين أهل قباء، خبروه قالوا له يا رسول الله صار نزاع بين أهل قباء. واش قال لهم؟ قال لهم اذهبوا بنا نصلح بينهم. 4 كلمات، اذهبوا بنا نصلح بينهم. ما قالهمش كيفاه تصرى مشكلة، عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم على بالو بلي رانا في الدنيا، والدنيا فيها مشكلات، فيها كلش، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلاش المشكلة تكبر. قال لهم المبادرة إلى حل النزاع في أوله، كما النار كي تشعلت النار والعياذ بالله في الغابة، في البداية سهلة باش نطفيوها، ولكن كي تكبر نخليوها طول نهار وهي تمشي، وكيفاش تطفيها من بعد؟ يصعب، لازم طائرات الهليكوبتر وكذا باش يطفيوا هذيك النار. حتى المشاكل كيف إذا عالجناها في البداية يسهل حلها، ولكن إذا استشرت وتعقدت يصعب حلها. قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. ونلمس في هذا الحديث أمرا آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أهل الصلاح والإصلاح. ما قالوش روحوا فريوها، هو إمام المرسلين وهو إمام المصلحين. إذن لذلك قال لهم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. ما تفهمين؟ يلا الآن نروح النقطة الأخيرة، نتكلم على الوساطة القضائية. كلمات خفيفات فقط نقول إخواني باللي الشيء اللي سمعناه في الشريعة تاع الصلح في القرآن والسنة، آيات وأحاديث كثيرة جدا. نرجع إلى القانون خذا كثير من الأحكام من الشرع نتاع ربي، خذاها من الشريعة. نعطي لكم أمثلة. ذكرنا الآن قبل حين هذيك العقود والالتزامات، قلنا من المادة 53 إلى غاية المادة 673. هذا قانون واحد. نقراو أيضا قوانين أخرى في قانون 90/02، في قانون 08/09، في قانون 84/11، في قانون الأوقاف اللي تعد اللي تلغى 91/10. ودروك الآن عندنا قانون جديد تاع الأوقاف، في أحكام متعلقة بالموضوع في جميع مجالات الحياة. في القانون التجاري قانون 75/59 المعدل والمتمم، خاصة من المادة 317 إلى غاية المادة 448. يعني كاين خير كبير، ولكن الحاجة القوية اللي نص عليها المشرع الجزائري اللي يسموها الوساطة القضائية. وش معناتها باختصار؟ معناها
كي صرا نزاع. دروك نعطي النموذج. زوج عندهم شركة، عندهم استثمار، مشروع استثماري، عندهم أي حاجة. طيب إذا كان احترموا الشرع والقانون ما يختلفوش. لذلك تسمعوا بالناس اللي عندهم شركة 50 سنة ومازالها تمشي، شركة 30 سنة ومازالها تمشي. يقول لك حنا شركة منذ 30 سنة، بسم الله ما شاء الله. ولكن كاين منازعات، هذه المنازعات يفريوها بالصلح. ربي قال والصلح خير، ما تفاهمين. إذا كان يقول لك أنايا ما نفريهاش بالصلح، نروح للقضاء، لا جوستيس، نروح للمحكمة. إيه القانون واش يقول لك؟ حتى في المحكمة كاين قانون يعطي لك فرصة للمصالحة، فرصة للمصالحة. تأتي هذه الوساطة القضائية في القانون رقم 0809. تبنى المشرع الجزائري 3 صيغ: صيغة الصلح في المادة 990 وما بعدها، صيغة الوساطة القضائية في المادة 994 وما بعدها. بعد ذلك تأتي أحكام التحكيم، الاربيتراج. التحكيم راه من المادة 106 إلى غاية المادة من المادة 1006 إلى غاية المادة 1061. كل هذه المواد تضبط موضوع التحكيم بنوعيه: التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي في مجال التجارة الدولية. الآن فيه تجارة دولية، امبور اكسبور، استيراد وتصدير إلى آخره. هذه الأمور هي موجودة في القانون تاعنا، كلها مستنبطة من نصوص الشريعة أو من روحها ومقاصدها. يعني القانون يعطي فرصة أخرى للخصوم باش يتصالحوا. المادة 994 واش تنص؟ تقول القاضي يجب عليه أن يعرض الوساطة على الخصوم. هكذا يقول الخصوم كاين حاجة اسمها الوساطة القضائية، ماذا بك تفريوها الاميابل بالتراضي عن طريق الوساطة. والوساطة فيها خير كثير. أولا ما تضيعوش الوقت بسرعة، ثانيا ثالثا القلوب نتاعكم تولي تبقى دائما فيها سكينة وراحة وتسامح. ثالثا كي تروحوا للقضاء على بالكم واحد يربح الشرع والآخر يخسر الشرع. هذاك اللي خسر الشرع تبقى في قلبه يقول لك والله غير خسرت، والله ما نقبل، غير نكسر الشرع تغنات. يروح مجلس القضاء إذا كان غلبته يقول لك والله ما نصبر، ما نحبس، نروح لاكور سوبريم، المحكمة العليا، تجيبوا 25 سنة إن شاء الله ولا 20 سنة في لا جوستيس. الدراهم راحوا والوقت راح، وكاين اللي ماتوا وما زال القضايا نتاعهم لم تحل. وقادرين زوج هذون يروحوا للمصلحين، والله غير بين المغرب والعشاء يفريوها، ساعة ساعتين، نهارين وتفرى. وين ما يحتاجوا الخبير ربي راه يقول فاسأل به خبيرا، أو كي تكون قضية فيها خبرة. المصلح يحتاج إلى خبير، ليزيكسبير. ربي قال فاسأل به خبيرا. نقول لك السكونة هذه شحال تسوى ما نعرفوش، نشوفوا الخبير. هذا التراكتور اللي خسر وكذا شحال، لازم نشوفوا خبير. هذا الحانوت شحال قيمته، هذه الشركة كيفاش يكون توزيع الأرباح حسب رؤوس الأموال وحسب القانون العقد التأسيسي. يعني والله غير نقول لكم حاجة،
صادرة من أعماق القلب والعقل، من أعماق القلب والعقل. ما كاينش مشكلة ما عندهاش حل. هاي النتيجة. ولا شو هور نسعي في فراث أتعيو الشدة وتقري ثلويث. إذا كان النية صادقة سهلة مهلة. هذا في القانون تاع البلاد المادة 994. وبعد إذا كان قبلوا هذاك الخصوم القاضي يعين وسيط ميدياتور، وسيط قضائي، والوسيط يشوفهم يحكي معاهم. معظم الأوقات هما اللي يلقاو الحل. الوسيط يدير محضر ويسمى محضر الاتفاق، والقانون الجزائري قال لك هذا المحضر عنده قيمة قانونية، une valeur juridique، وأقوى من الحكم القضائي. لماذا؟ لأنه لا يقبل الطعن. ما تكسروش، معنى حاجة قوية جدا في القانون الجزائري لا بد أن نخضع لها. في خاتمة القول أقول أن هذه المنازعات التي تقع بين الناس لها حلول في شريعة الله، لها حلول في القوانين، قوانين الجمهورية في بلدنا فقط. نحن لا بد أن تكون نيتنا صادقة. النية برك ربي قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونرجو كرسالة ختامية، نرجو أن يكون هناك تأسيس لمجالس الصلح في الوطن. لازم مجالس الصلح هذه تكون في المساجد، تكون في المدارس القرآنية وفي الزوايا، تكون في الأحياء. هذه المجالس تكون قريبة للناس. كل ما تصير مشكلة يتدخل هذا المجلس لإنهاء المنازعات صلحا. ولا حرج أن يكون هناك تنسيق بين هذه المجالس، أو بعض القضايا ترفع إلى المجالس ذات التاريخ الكبير، ذات الخبرة الكبيرة في مجال إنهاء المنازعات صلحا. بعد ذلك الله هو الذي يتولى شؤوننا فيغير حالنا إلى أحسن حال. وربنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وما التوفيق إلا من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.